ازيكم؟ حابة اتكلم النهاردة معاكم عن جملة مشهورة جدا: ماذا لو عاد معتذرا؟ بس انا حابة اقولها بطريقة تانية او بصيغة تانية. هل احنا محتاجين فرصة تانية؟ وكلامي هنا على مختلف العلاقات، مش بس العلاقات العاطفية، المخطوبين او المتجوزين، لا، على مختلف العلاقات، الاصدقاء، كل العلاقات الانسانية، القرايب، الصحاب، الزمايل. امتى ادي فرصة تانية لشخص ايا ما كان صفته في حياتي ان هو غلط فيا من وجهة نظري؟ امتى اديله فرصة تانية؟ امتى ادي فرصة تانية؟ انا حابة يكون العنوان كده. مش هستنى لما حد يجيلي معتذرا، وبعد لما يجيلي معتذرا ابدأ افكر هقبل الاعتذار ولا مش هقبل الاعتذار. لازم لما يحصل خلاف بيني وبين شخص ايا ما كان صفة هذا الشخص، اقعد مع نفسي واشوف هل العلاقة اللي كانت ما بيننا تستدعي فرصة تانية. جه بقى هو معتذرا او جت هي بقى معتذرة، او ممكن اكون انا اللي ابدي واروح انا اعتذر، او اروح انا اقول لا انت شخص غالي عندي وانت شخص عزيز عليا، والعلاقة اللي ما بيننا او العشرة اللي ما بيننا تسمح لي ان انا اجي اقولك انت غلطان في كذا وكذا وكذا. امتى اعمل ده؟ امتى يبقى عندي سماحية ان انا هدي فرصة تانية؟ اول حاجة، خرجنا ازاي؟ العلاقة انتهت ازاي؟ ده مهم جدا. بمعنى ايه؟ خرجنا باحترام، الناس محترمة لبعض والناس فاكرة الفضل لبعض وفاكرة العشرة الطيبة لبعض، ولا خرجنا من العلاقة بإهانة، بتقليل من القدر والقيمة، بأن حد محملني الغلط كله تماما مش شايف ان هو غلطان خالص؟ طريقة الخروج بتدل على حاجات كتيرة جدا، وبتبين المعادن الحقيقية للشخص اللي انا بتكلم او بقول انا عايزة اديله فرصة تانية. الخلاف، ما اقولش ان الخلاف ده كان في لحظة غضب، لا. الخلاف او الغضب بيطلع المعاني الحقيقية اللي موجودة جوه الانسان. ممكن يكون صيغتها بشكل قاسي شوية، بس بيبقى بذورها او موجودة جوه. يعني مش هقول لك مثلا انت وحشة او انت انانية غير لما انا مستشعرة في شيء ان انت انانية، حتى لو مش بكلمة انانية في بعض الاحيان، ولكن في الاخر انا حاسة ان انت عندك جزء من الانانية. فكون ان الشخص في لحظة الغضب بيطلع كلام، ما ينفعش اقول الكلام ده لحظة غضب وانا ما كنتش قاصد، ليه جذور. طيب يبقى خروجنا من العلاقة كان شكله ازاي؟ مدة العلاقة، بمعنى ايه؟ العشرة، هل كان في بينا عشرة طيبة؟ هل كان في بينا مواقف كتيرة كويسة؟ المواقف اللي تخليني اقدر لو غلط اقدر ان انا اتغاضى عنه، ولا لا احنا ما فيش بينا اصلا مواقف، وما فيش بينا، او كل المواقف اللي كانت بينا كانت مؤشرات او ريد فلاج ان العلاقة دي مش كويسة، او علاقة غلط، او علاقة قايمة على المصلحة، او علاقة صديقتي قايمة على استغلالي وبس. فالعشرة اللي كانت ما بيننا اخبارها ايه؟ المواقف اخبارها ايه؟ لما انا حصل لي مواقف وحشة في حياتي، كانت صديقتي دي او شريك حياتي كان ايه موقعه من المواقف الوحشة دي؟ وقف جنبي حتى لو كنا مختلفين في الرأي، جه وقف جنبي ولا لا؟ ولا هي قطيعة فانا مش هعرفك حتى مرتي بمواقف وحشة، مرتي بمواقف صعبة، خلاص. الحاجات دي بتميز الشخص اللي معدنه كويس واللي مش معدنه كويس، او اصل الشخص بيبان في المواقف دي. اي ما كان اختلافي معاكي، فلما المفروض تتحطي في موقف صعب تلاقيني موجود، لان اختلافي معاكي في موقف مش مع الشخص نفسه. لكن اللي بيعمل قطيعة تماما ده بيبقى مش باقي على العشرة ولا باقي على الشخص نفسه. ياخدني بعد كده للنقطة اللي بعد كده: هو احنا اختلافنا اختلاف رأي ولا اختلاف طبع؟ ده مهم جدا. يعني اختلافي معاك في الموقف او الموقف اللي ادى ان احنا ننهي العلاقة اللي ما بيننا، كان خلافنا على رأي، مختلفين في رأي، ولا مختلفين في طبع؟ مختلفين في رأي ممكن الرأي يتغير، لكن مختلفين في طبع صعب شوية. طبع الانسان صعب الا لو هو اللي عايز يغيره. مهما كان اللي قدامي عايز يغيرني وده طبع فيا، هيبقى صعب جدا، لان انا ده طبعي وانا مش شايف ان انا محتاج اغيره، فهبقى اغيره ليه؟ لكن خلاف في الرأي ممكن بفكرة الطرح بطريقة مختلفة، ممكن نوصل لحل وسط ما بين الحاجتين، ممكن. فدي برضو نقطة مهمة: اختلفنا في رأي ولا اختلفنا في طبع؟ طيب الشيء اللي اختلفنا عليه شيء متكرر، ولا موقف حصل والموقف ادى يعني انفجار، وان كان على انفجار دي في تحتها 100 خط، ولكن هل هو موقف متكرر في العلاقة اللي ما بيننا، ولا هو موقف فردي ووليد اللحظة؟ طب ليه بقول انفجار تحتها خط؟ لان معنى ان شخص
من موقف مش متكرر ينفجر، يبقى الشخص ده عنده يعني شايل كتير، عنده تحفظات كتيرة، وبالتالي قاعد يحط ملاحظة على ملاحظة بينه حتى وبين نفسه. وده من أكبر الأخطاء اللي ممكن نقع فيها، ان انا احط ملاحظه جوايا واقول خلاص مش مشكله واعدي الدنيا. لا، اعبر وصارح واتكلم واقول الموقف ده حتى لو بسيط، الموقف ده ضايقني، بحيث ان الطرف الاخر لو باقي على العلاقه هيبدا ياخد باله ان المواقف البسيطه دي بتضايق. وزي ما بنقول يعني النار بتطلع من مستصغر الشرر، وبالتالي الانفجار ده معناه ان انا كنت متراكم حاجات كتيره جدا وبعدين ادى الانفجار. عشان كده انا بقول نحط تحتها 100 خط. طيب الحاجات دي كلها لازم انا اقعد مع نفسي. الشخص بقى اللي انا على خلاف معاه جه يعتذر او ما جاش يعتذر، لازم البنود دي كلها تبقى واضحه على الاقل بالنسبه لي، واضحه. انا في فرصه تانية للعلاقه دي ولا لا؟ العلاقه دي في امان فيها ولا لا؟ بمعنى ايه امان فيها؟ يعني فجاه مع موقف خلاص احنا اللي بينا انتهى ومش عارفه ايه واختفي من حياه البني ادم، فين الامان هنا؟ فين الامان في هذه العلاقه؟ او صديقه من موقف بسيط تقوم هي منفجره وخلاص وتقطع كل العلاقات، ويحصل لي موقف صعب في حياتي فما الاقيهاش موجوده، وكاني يعني طب العشره راحت فين؟ فطريقه ان احنا سيبنا بعض او ان احنا بعدنا عن بعض، طريقه الكلام اللي حصل اثناء المشاحنه، العشره، مده، المواقف الكويسه اللي حصلت ما بيننا، عدم تكرار الغلط، كل دي حاجات لازم ابقى احطها في دماغي، وابدا انا اشوف انا بقى مرتاحه في ايه ولا مش مرتاحه في ايه، وابدا اقرر بغض النظر الطرف التاني هيجي معتذرا ولا لا. من وجهه نظري مش كل حد يستاهل فرصه تانية. انا استاهل فرصه تانية لما اجاوب على كل الاسئله دي واشوف كده الصوره بتاعت العلاقه دي كده من بره، واقدر اجاوب عليها، والعلاقه دي هتنفع تكمل معايا وشايفه ليها مستقبل، ولا هي علاقه انتهازيه مش اكتر من كده، او علاقه مصلحه مش اكتر من كده. اجاوب على الحاجات دي، وبعد كده اجي لسؤال ماذا لو جاء معتذرا. ساعتها هلاقي الاجابه بالنسبه لي اجابه واضحه، وممكن حتى ما استناش ان هو يجي، سواء ان انا اللي اروح واقول لا عشره تستدعي ان انا اجي ونتكلم ونشوف ايه الوضع، او ابقى انا اخده قرار ان حتى لو هو جاي معتذرا مش هقبل، لان لازم حتى لو هو جاي معتذر بعد ما جاوبت على كل الحاجات دي ابدا افكر ايه بقى اللي اتغير في الطرف الثاني، وده اللي ان شاء الله هنتكلم عليه في فيديو تاني باذن الله. منتظره تعليقاتكم، ومنتظره اعرف سمعتوني ازاي، وايه الحاجات اللي ممكن تكونوا مريتوا بيها مشابهه للحاجات اللي انا بقولها. كانت معكم لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.